كابتن حمدين عبد الجليل دايما في حياة أي لاعب كورة بطل كورة دايما بيبقى فيه ماتش لا ينساه وهدف لا ينساه، وبرضه لاعبين لا ينساهم أو كانوا قريبين جدا منه، زي ما بنسمع مثلا زمان الخطيب وزيزو مثلا، وعلى مثلا فاروق جعفر حسن شحاتة في ناس. فاحنا هنبدأ بالمباراة اللي لا يمكن انها تنسى انك تنساها ابدا. كانت مباراة يا كابتن حمدين؟ مباراة البلاستيك في مصر، في كأس مصر دور ال 32. كنت انت لاعب وقتها؟ كنت لاعب وانتهت المباراة 1-1 بهدف الحمد لله أنا اللي أحرزته من كرة ثابتة من منتصف الملعب. كنتوا مغلوبين 1-0؟ كنا كسبانين 1-0. وهم تعادلوا معانا ولعبنا اكسترا تايم ربع وربع وخسرنا 11-10 بضربات الجزاء. وقدمنا نموذج رائع يحتذى به لنادي تكنس الرياضي في جيل من اعظم الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي. خالد حماد وحماده خليفه وعلاء جبر ومحمد محرم وحاتم قريبه ومجد راشد السيد الناظر كان حارس مرمى. ده انا بتهيألي البلاستيك في الوقت ده كان فرقه محترمه جدا، فيها اسامي كان دوري ممتاز. كان فيها اسامي دوري ممتاز. والحمد لله حطوا جون جميل قوي. يعني حتى الحكم ما كانش مصدق انها جون لغايه ما انا اندفعت عليه ذكرت ان الكره جوه. كانت ضربه ثابته يا كابتن؟ ضربه ثابته من منتصف الملعب. دي المباراه اللي لا يمكن انك تنساها؟ لا يمكن، لانه من الاهداف النادره وفي الجو اللي انت فيه وفي الاستاد اللي انت بتلعب فيه وحاجات. يعني انت كنت محروم من الحاجات دي، يعني الملعب والامكانيات والكوره والحاجات دي، فالمفروض انك هتتغلب كتير. ولكن احنا الحماس بتاعنا وان احنا فعلا كنا لعيبه كويسه، واخد بالك، كان ناقصنا حاجات بسيطه بس ونبقى زينا زي الناس دي. ولكن الحمد لله رب العالمين، انما مجرد ما كنا بنشارك مع الناس دي كان بيبان بقى المعدن بتاعنا، بيبان الخبرات بتاعنا، بيبات الحاجات الفنيه بتاعتنا، ان احنا ناس ندي للناس دي. تمام. يعني دي كده المباراه اللي لا يمكن ان تنساها، مباراه البلاستيك. وفي نفس الشيء الهدف اللي لا يمكن ان تنساه هو هدفك في مرمى البلاستيك. طب وانت مدرب؟ نعم. سواء في قطاع الناشئين نعم او في الفريق الاول. نعم. في مباراه لا يمكن انك تنساها مثلا في قطاع الناشئين وانت ماسك القطاع؟ نعم. او في الفريق الاول. احكي لنا ايه المباراه اللي لا يمكن انك تنساها برضو وانت مدرب في القطاع. انا عارف فرقه القطاعات، انا في الفتره دي كنت في السعوديه فعلا. كانت مسمعه وكنت متابع اخبار نادي الناس من خلال الجرايد وحمدين عبد الجليل والزمالك والاسماء الكبيره دي. ففرقه القطاعات فعلا كانت مشرفه. فعايزين تقول للساده المشاهدين ايه المباراه اللي فعلا ما بتنساهاش وانت مدرب في قطاع الناشئين وانت مدرب في الفريق الاول؟ هي اول مباراه ليا في توليه فرقه القطاعات. كانت المباراه مع الاسماعيلي في الاسماعيلي. تمام. والمفروض ان الفريق اللي انا بتولى تدريبه كان منسحب في خلال الشهرين اللي انا توليت فيهم المسؤوليه من قدام نفس الفرقه اللي هي الاسماعيلي، والمباراه بردك على ارض الاسماعيلي. لكن كنت مهيئ العيال والعيال متدربه يعني كان فضل ربنا عليا كبير. ولعبت بشكل هجومي على اعلى مستوى هناك عشان اشيل الخوف من الاولاد امكانياتها كويسه، وبرضك دي من الاجيال النادره في تاريخ ديكنس، واخد بالك، ولكن ما لهمش حظ. انما في المباراه دي يعني ايه، فرقه مغلوبه 11-0 وانسحبت وانت بتتولى تدريبها، وفي نفس الاسبوع بتكسب الاسماعيلي في الاسماعيلي 3-2. كسبت الاسماعيلي في الاسماعيليه 3-2 في وقت الجهاز الفني هناك جهاز معدي. يعني هيلد الالماني، دكتور طه اسماعيل مشرف على قطاع الناشئين، على ابو جريشه، واخد بقى، صبري المنياوي كان مدرب الفرقه اللي هو مدرب الفريق الاول دلوقتي. 18 سنه كابتن حمدين. مين اللي جاب الاجوان يا كابتن حمدين؟ كنت
وليد المتولي ووليد عبد الواحد وعبد العلي. عبد العليم اللي اتنقل للمصري في السنه، في نفس السنه. الجيل ده ما شاء الله جيل محترم. وكان تامر اسماعيل برضك انتقل في السنه دي للاسماعيلي. طيب المباراه بقى اللي في الفريق الاول اللي برضه ما تنساهاش. هنا في الفريق الاول في سنه كنت اقرب للصعود. ده ايام ما كنا تانية تحت الدرجه الاولى الممتازه اللي فيها الاهلي. تمام. مباراه كانت مع غزل دمياط في غزل دمياط. غزل دمياط فريق البونت، والمباراه على ارض، واحنا احسن فرقه في المجموعه واجهز فرقه في المجموعه، ولكن حاله النادي الماديه واللي برضك هنا كان البلد ما عندناش اهداف ولا عندنا دوافع ولا عندنا طموحات، الى ان انا عرضت كل الدوافع والطموحات لاداره النادي وللبلد في مباراه زي دي، ولكن ما حدش ساعدني. ورحت وكنت كسبان 2-0 في دمياط. وخسرت 3-2 يعني بمعجزه. يعني كان في حاله الفوز كنت هتصعد كنا هنصعد للدوري الممتاز ب. واخد بالك؟ تفتكر مين اللي جاب لي جون يا كابتن حمدينو؟ احمد جمال جاب الجونين. احمد جمال جاب جون واب مبارك جاب جون. دي كانت بدايه اب مبارك برضك معايا. حتى لسه كنت بذكره النهارده بيها، وقفت معاه في الملعب عشان يعني انقي الامور ما بينه وما بين النادي وعشان يرجع للملعب تاني بشكل طيب، فذكرته بدايته هنا في النادي. تمام. لان بدايته اللي جايبه. تمام. واخد بالك؟ هو لعب كانت كويس، وان شاء الله الفرقه السنه دي برضه اقرب للصعود باذن الله. طيب مين بقى السؤال الثالث في السؤال ده، مين من اللاعبين اللي هم كانوا قريبين منك؟ طبعا الجيل بتاعك كله جيل محترم وكلنا بنحبهم ونعشقهم فعلا، ولكن دايما في لاعب كده بيبقى في الملعب، حتى احنا بنتكلم داخل الملعب، سيبنا من خارج الملعب الاصدقاء كتر يعني. نعم. في الملعب مين كان قريب من الكابتن حمدينو قوي؟ والله كان من اقرب الناس ليا في الملعب، في داخل الملعب من خلال اللعب بس. واخد بالك؟ انما هي كانت لعب وخارج اللعب. ساعته.